شحال من مرة كتشوف الناس طالعين ناجحين كتسول راسك واش انا ناقص؟ لا، ماشي ناقص، انت غير مازال ما مبروغراميش. راه العقل ديالك بحال شي تلفازة، الا دخلتي فيها القناة ديال الفشل غادي تبقى عايش في الحزن، ولكن الا دخلتي القناة ديال التركيز، الالتزام، التطور، راه تولي بطل بلا ما تحس. العلماء كيقولوا بان العقل الباطن يتحكم في 95% من قراراتك اليوميه. يعني الا كل صباح كتفيق وكتقول انا عيان، انا فاشل، الدنيا قاصحه، راه العقل ديالك اوتوماتيكمون كيصدق وكيبدا يخدم باش يعطيك الواقع اللي كتامن به. ولكن الا كل صباح قلتي انا قادر، انا غادي نغير حياتي، انا مسؤول على حياتي، غادي يبدا يخدم معك ماشي ضدك. جرب تمرين التوكيدات الايجابيه كل صباح. كيفاش؟ وقف قدام المرايه وقول بصوت واضح انا كنآمن براسي، انا غادي ننجح سواء بغاو ولا ما بغاوش، انا كل نهار كنولي اقوى. حسب دراسه من جامعه هارفارد، الناس اللي كيديروا هاد التمرين كيكونوا اقل توتر بنسبه 23% واكثر انتاجيه بنسبه 30%. الدماغ كيحب الروتين. الا برمجتي على التمرين، القراءه، الخدمه، الصمت، غادي يولي يخدم اوتوماتيك. ولكن الا عودتي على التيك توك، قهاوي، الهضره الزايده، غادي يولي ضايخ، ما يبغيش يخدم وكيلقى الراحه في الفشل. البرمجه ماشي سحر، البرمجه كتساوي التكرار زائد الايمان زائد الوقت. راه ماشي موهبتك اللي غادي تطلعك، ولكن البرمجه اللي غادي تعيش بها كل نهار. بغيتي تكون شي حد، بدل العقليات، بدل الروتين، وصوب شخصيه جديده في الداخل ديالك وخليها تولي قائد ديال حياتك. الناس اللي وصلوا بداو بحالنا، ولكن برمجوا عقلهم بحال الالات، وداروا التركيز هو الدين ديالهم والاصرار هو الصلاه ديالهم. دونك من اليوم ما تبقاش تقول انا ضعيف، ولكن قول انا في طريق التصنيع. العقل راه ديما خدام، ولكن ما عطيتيش اوامر غادي يولي هو سيدك، فبالاخير ما تقدرش تحكم فيه. والسلام عليكم.